بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد الذي سنتكلم فيه عن قائمة بيتكوفيتش التي أفرج عنها عصر اليوم، والتي تخص كأس إفريقيا للأمم في المغرب بعد أسبوع من الآن. القائمة وكما كان متوقعا خلقت الجدل، سواء ببعض اللاعبين الذين تواجدوا رغم أنهم لا يستحقون بحسب وجهة نظر البعض طبعا، ولاعبون أبعدوا رغم أنهم يستحقون. لكن قبل أن أبدأ فيديو اليوم، لكل من يشاهدني لأول مرة الرجاء الاشتراك ومحاولة نشر القناة للوصول لحاجز 3000 مشترك في أسرع وقت ممكن. إذا أفرج الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمته التي ستكون معنية بالكان، والتي ضمت 28 لاعبا. قائمة بصفة عامة أغلبها كان متوقع، كما قلت كثيرا سابقا. التوقعات بخصوص 24 أو 25 لاعب كانت واضحة، وكلهم كانوا حاضرين. الاجتهادات في 3 أو 4 لاعبين فقط. قبل أن أبدأ الفيديو اليوم، قبل يومين نزلت فيديو عن عدم ضرورة تصديق كل ما يقال، لأنه ولا أحد يملك قائمة بيتكوفيتش. وبالفعل التشكيلة التي أفرج عنها بيتكوفيتش اليوم ضمت لاعبا لم يتوقعه أحد عداي وأنا لم أتوقعه كخبر، لكن توقعته كمثلا قراءة فقط، لا أرجع الفضل لنفسي، وهو أنطوني موندريا. قلت سابقا أنه سيكون بديلا لجندوز. بعض المعلقين هداهم الله قالوا أنني مهبول، كيف موندريا يعود للمنتخب؟ وبيتكوفيتش أعاد وصدم الجميع. المهم، قائمة بيتكوفيتش ضمت 10 مدافعين، وهو رقم كبير جدا. الناخب الوطني قرر ضم 5 مدافعين في محور الدفاع. كان الخامس هو محمد الأمين توغاي. قلت كثيرا سابقا 10 إلى 20 مرة أن تواجده في كأس العرب كان فقط لتجهيزه، لا علاقة للأمر بالخيارات الفنية. وبالفعل بيتكوفيتش استدعاه. بيتكوفيتش استدعى أيضا 5 لاعبين على الأطراف الدفاعية، 2 في ظهيرين أيمنين وهما بلغالي وعطال، ظهيرين أيسرين هما حجام وأيتنوري، وظهير أيسر وأيمن في نفس الوقت وهو دورفال. القائمة كانت جيدة إلا لاعب واحد وهو يوسف عطال أيضا تواجده في كأس العرب كان فقط لتجهيزه. قلتها كثيرا سابقا، هو لا يستحق، لكنه يدخل في حسابات بيتكوفيتش، لذلك استدعاؤه قد يراه البعض مفاجئا، لكن بالنسبة لي أمر أكثر من عادي، لأن تواجده في كأس العرب أصلا كان لتجهيزه. في محور الوسط، أو كما نقول الوسط الدفاعي، القائمة ضمت 4 لاعبين: زروقي، بودوي، بن نصر، وأيضا آدم زرقان. أعتقد بحسب وجهة نظري أنه أضعف خط في المنتخب الوطني حاليا. خط لا يجب أن نتكل عليه كثيرا. زرقان وزروقي ليس لديهما أصلا المستوى للاعب في المنتخب الوطني. الأول بودوي سريع الإصابات ولاعب مزاجي، يقدم لك لقاء وكأنه بوجبا في عزه، ولقاءات أخرى يظهر وكأنه يتعلم كرة القدم حديثا. بن نصر أيضا وضعه البدني ليس مثاليا، هو لاعب ممتاز فنيا لكن وضعه البدني لا يطمئن. لذلك الوسط الدفاعي بحسب وجهة نظري أضعف خط تم اختياره من قبل بيتكوفيتش، ولو أنه أيضا متوقع. البعض يقول أن زرقان وزروقي ليس أو لن يشارك، لكن قلتها كثيرا سابقا، خاصة زروقي لاعب يعشقه بيتكوفيتش وتواجده أيضا مستحق. بالنسبة لصناعة اللعب، فلاديمير بيتكوفيتش قرر ضم 3 لاعبين. الأول هو عوار اللاعب الذي يحبه بيتكوفيتش، وبنسبة 60 إلى 70%، لا نقول 100% لأن القراءات والاستنتاجات ربما تتغير، لكن بنسبة 60% سيكون صانع اللعب الأساسي في المنتخب الوطني. اللاعبين اللذين معه هما مازا بصورة طبيعية، والذي يعتبر اللاعب الأحسن في المنتخب الوطني في الشهر الأخير أو شهر ونصف الأخير، إضافة إلى فارس شيبي المتألق والأساسي مع ناديه إنتراخت فرانكفورت. شيبي ومازا للإشارة يلعبان منذ بداية الموسم في نادييهما في مركز الوسط الدفاعي، لذلك لا أستبعد بتاتا أن يستعين بهما بيتكوفيتش في هذا المركز، خاصة أن المركز محور الوسط الدفاعي كما قلت هو الأضعف على الإطلاق في المنتخب.
في عدد سابق طرحت هذا السؤال، لكن كثير من المشاهدين الكرام لم يعجبوا بطرح فكرة إعادة مازا وشيبي، خاصة مازا، إلى الوسط الدفاعي، لكن من يدري ربما يحتاجهما بيتكوفيتش في هذا المركز. في الهجوم على الطرف الأيسر الناخب الوطني قرر ضم الطرف الأيمن قرر الناخب الوطني ضم 3 لاعبين وتواجدهم بحسب وجهة نظري أكثر من متوقع وعادي، وهما محرز إضافة إلى حاج موسى إضافة إلى إيلان كبال. على الجهة الأخرى من الهجوم الناخب الوطني لم يكن يملك إلا عمورة، وعمورة أساسي في لقاء اليوم مع نادي فولسبورغ، وكان يقال أن هناك لاعبين آخرين يمكن أن يلعبوا في مركز عمورة كبدلاء له. تم طرح عدة أسماء، لكن في الأخير بولبينا استفاد من تراجع مستوى بالرحمة وإصابة غويري ليكون بذلك البديل الأول لمحمد الأمين عمورة في قائمة بيتكوفيتش التي ستسافر بعد أسبوع من الآن للجارة المغرب. في قلب الهجوم، قبل أن أمر إلى قلب الهجوم، كبال بالمناسبة يمكنه اللعب كجناح أيمن أو أيسر، ومع أنه يلعب بالرجل اليسرى، لعب كثيرا في هذا المركز. كما يمكنه أيضا اللعب في مركز صناعة اللعب مع عوار ومازا وأيضا شيبي، إضافة إلى أن شيبي يمكنه أيضا اللعب في مركز الجناح الأيسر كبديل لعمورة، وربما يكون قبل بولبينا لأنه لعب الموسم الماضي بطوله مع ناديه انتراخت في هذا المركز، كما لعب كثيرا مع المنتخب الوطني في هذا المركز، سواء مع الناخب الوطني السابق جمال بالماضي أو الحالي فلاديمير بيتكوفيتش. لذلك لا أرى أن الوسط أو الأطراف يمكن أن يكون مشكلا للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. في مركز قلب الهجوم الناخب الوطني استعان ببغداد بونجاح، تواجد بونجاح متوقع وعادي. الأسماء الأخرى كانت تشكل بعض التساؤلات، خاصة بكرار وشيخة. في الأخير الناخب الوطني قرر ضم بكرار الذي يبدو أنه أقنعه أكثر. المفاجأة الأخرى هي ضم بركان قدم مستوى متوسط، لا أقول جيد، متوسط فقط في كأس العرب، انفجر في لقاء البحرين، لكن في اللقاءات الأخرى لم يكن ذا مستوى كبير مثل بولبينا على العموم. لكن عين بيتكوفيتش رأت أنهما قدما المستوى الذي يتيح لهما اللعب في المنتخب الوطني في كأس إفريقيا، لذلك استعان بهما، وإن شاء الله سيوفقان في خدمة المنتخب الوطني للذهاب بعيدا في كأس إفريقيا. أعتقد أن الفيديو طال، كنت أريد أن أتكلم عن الغيابات، لكن ربما أنا الآن في الدقيقة 8، الفيديو سيكون طويلا جدا، لذلك سأقوم لاحقا في سهرة اليوم بعد ساعتين أو ساعة ونصف، سأسجل فيديو وسأقوم بتركيبه، وسأتكلم خاصة عن الغيابات والتي ستكون مؤثرة أو كانت مؤثرة في نظر البعض. أتكلم عن الغيابات الأكبر، وأيضا اللاعبون الذين لا يستحقون التواجد في قائمة بيتكوفيتش المعلن عنها اليوم. إلى هنا يكون عددنا الأول بخصوص القائمة قد انتهى، نلتقي في السهرة مع عدد جديد. السلام عليكم.